هو تكييف عربيتك انفرتر ولا عادي؟ ده سؤال جه في بالي وبصراحه خلاني سيرش وراه عشان افهم، وبما اني وصلت للنتيجه فقلت اشاركها معاكم. بس قبل ما نقول، ما تنساش تدعم المحتوى ده باللايك والشير والفولو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس اللي مهتمه بعربياتها ومهتمه ازاي تعرف الطريقه الصح اللي تتعامل بيها مع العربيه عشان تفضل معاها لاطول فتره ممكنه، لحسن العربيات دلوقتي بقت عمله صعبه، واللي اشترى واللي معاه عربيه مش هيعرف يغيرها. انا طارق صلاح وده الجراج. هو ايه اصلا الفرق ما بين التكييف الانفرتر والتكييف العادي؟ الفرق الجوهري ما بينهم في نوع الكباس اللي بيضغط الفريون، وطبعا في نوع الفريون نفسه، بس ده مش هنتكلم عنه دلوقتي. الكباس الانفرتر بيفضل شغال طول الوقت وبيغير من عدد لفاته عشان يوصل لدرجه الحراره المطلوبه، انما الكباس العادي بيشتغل ويفصل، يعني اول ما بيوصل لدرجه الحراره اللي انت ظابطها عليه بيفصل، وبعد كده لما درجه الحراره بتزيد بيشتغل تاني. واحد هيجي يقول لي يا عم انت واجع دماغنا بالتكييف الانفرتر والتكييف العادي، هو انت بتاع عربيات ولا بتاع اجهزه منزليه ولا بتاع ايه بالظبط؟ اهدى بس عليا دقيقه وانا هقول لك. زي ما احنا عارفين الكباس بتاع التكييف بيشتغل على السير بتاع الدينامو، يعني لما الموتور بيلف معاه السير وبيلف معاه الدينامو والكباس، وكمان بيلف معاهم ترمبه الباور لو العربيه ما فيهاش باور كهرباء. بس في حد مش مركز معايا هيسالني سؤال مش منطقي، هو الكباس بتاع التكييف بيفضل شغال طول الوقت؟ اكيد رديته عليه وقلته لا، بيشتغل لما بنشغل التكييف وبيفصل اول ما بنفصله. المفاجاه بقى هنا يا صديقي انه بيشتغل طول الوقت، بس ده بيعتمد على نوع الكباس اللي موجود في العربيه. زمان الكمبريسور بتاع التكييف كان بيشتغل بكلتش مغناطيسي، انت تشغل التكييف، الكمبيوتر يدي اوردر للحساس اللي موجود على الكمبريسور يقول له اشبك الكلتش، فيقوم عامل مجال مغناطيسي كده وشابك البليه اللي بتلف مع السير مع الكمبريسور بتاع التكييف، فيبدا الكمبريسور يشتغل والفريون يدور في الدور والتكييف يشتغل وانت تستقنيص جوه العربيه، وده اللي بيفسر صوت التكه اللي بتطلع من الكبوت اول ما بتشغل التكييف. التكه دي هي اللحظه اللي الكلتش فيها بيشبك مع الكمبريسور. بس المهندسين بعد فتره، وخصوصا المهندسين الالمان اللي بيحبوا الافتكاسات، ما عجبهمش الكلام، وعلى غير عدد المهندسين اليابانيين اللي ماشيين بمبدا طالما هي ماشيه ما تمدش ايدك فيها، وبقالهم 3000 سنه بينزلوا الكورولا بنفس الفتيس والموتور بتاعها، جم بقى المهندسين الالمان دول وعملوا كمبريسور جديد. الكمبريسور ده شغال على طول وما بيفصلش، وشالوا الحساس اللي كان موجود على الكلتش وحطوا لك حساس تاني او نقدر نقول عليه بلف بيتحكم في مرور الفريون جوه الكباس. طب ليه يا عم الالماني عملت كده؟ قال لك اصل صوت التكه اللي كان بيطلع ده ما كانش عاجبني، وكمان ده فتح لهم الباب ان هم يقدروا يعملوا تكييف دول زون وتكييف اوتوماتيك تقدر تتحكم في درجه الحراره اللي هتخرج لك من التكييف، والاهم والاقوى انك مش هتحس بفرق في عزم الموتور لما تشغل التكييف او لما تطفيه. طب واحد هيجي يقول لي ايه علاقه ده بالتكييف العادي والتكييف الانفرتر؟ هقول لك ما هي نفس الفكره بالظبط. التكييف العادي بيشتغل ويفصل لما بيوصل لدرجه الحراره، انما الانفرتر شغال على طول، ولما بيوصل درجه الحراره بيقلل عدد لفاته او بيتحكم في كميه الفريون عن طريق البلف زي ما بيحصل في العربيه. وطبعا كعاده المهندسين الالمان البلف ده بيبوظ او بيعطل بعد وقت وبتضطر تغيره، وكمان العمر الافتراضي للكمبريسور الجديد ده اقصر من العمر الافتراضي للكمبريسور القديم، لان الكمبريسور ده بيفضل شغال على طول، انما القديم بيشتغل بس وقت ما انت تحتاجه. ماله بس التكييف العادي اللي كنا متعودين عليه، ما هو كان شغال وبيسقع وزي الفل. وليلهم يا غاليه حاجه بس اخيره هنا لازم اقولها، انا هنا بتكلم على التكييف بتاع العربيه مش على التكييف بتاع البيت. قولوا لي بقى في الكومنتات اذا كانت عربياتكم بتشتغل بالكباس القديم الغشيم اللي بيتكتك، ولا كباس التكييف الجديد ابن الناس اللي ما بتسمعلوش صوت. طبعا انت مالكيش دعوه بالكلام ده.